انا كده ما استهدفش الكتف الجانبي بشكل كبير. السلام عليكم يا شباب، هتكلم عن تمرين مهم جدا للكتاف، تمرين الرفرفه الجانبي بالدمبلز. التمرين ده بيشغل الجزء الجانبي من الكتف. هنشوفه بعد الاداء السليم دلوقتي. اول حاجه وانا بمسك الدمبل ايديا بتبقى جنبي، برفع كوعي بالشكل ده بحيث تعمل نص قوس معايا. ببدا اطلع، الطلعه بتاعتي بتكون دائريه في نص قوس. يعني في ناس بتشوفها بتطلع بشكل عمودي بالشكل ده، او هدفها ان الدمبل يتحرك كده اهو. انا كده ما استهدفش الكتف الجانبي بشكل كبير، كده شغلت جزء من الترابيس معايا وفي نفس الوقت ما استهدفش الجزء الجانبي. لكن اللي انا محتاجه ان الحركه بتاعتي كاني بمشي في نص قوس، كاني برسم قوس كده بالظبط في كوعي، والحركه بتكون من الكوع. مش فكره بس ان بطلع وخلاص كده. يعني في ناس بتطلع تفرد وما تبقاش تاني الكوع بشكل كويس. لكن اللي محتاجه ان اركز ان الكوع هو اللي بيرسم معايا قوس. مهم جدا اتاكد من حاجه وانا شغال، ما ينفعش الدمبل يكون طالع جنبي تماما، لا انا محتاج الدمبل يكون طالع قدامي بالشكل ده. يعني الزاويه دي كده بتضغط على وتر الكتف بشكل كبير. لكن اللي محتاجه ان ايديا تبقى قدامي، يعني القوس بيتحرك من هنا من جنبي بالشكل ده. لكن لو طلعت لورا، في ناس بتشوفها تطلع لورا كده اهو، انا كده بسبب مشكله في اوتار الكتف. الحركه بتاعتي في الطلعه بتكون سريعه نسبيا وفيها زفير، والنزله هاديه نسبيا وفيها تحكم وفيها شيق. بقول لك يا شباب، اشوفكم فيديو جاي. هاخد الدمبل هميله 8 بسيطه كده لجوه، هشتغل بنفس القوس اللي هنشغل فيه اهو.